الشاعر الكبير يرفض المسابقات الشعرية لأنها استنزاف لجيوب الآخرين. نعم. ويرفض المشاركة فيها. طيب نسمع قصيدة. أحمدك واشكرك يا رب السميع البصير، عطفك ولطفك وراي ما دله عمى، الله. ولي جدي سلطان من الله نصير، لا له نافس ولا له بالزمان الصمى. الله. سلام يا دعارب النايف بمارة عسير، من وين ما كنت ولا وينما كبير يا دعارب النايف وقدرك كبير، جدك ابوك خرولك شد كل دهمه، نقول لك شيخ ولا مير ولا وزير، شوفوا مجدك يعانق بك اعلان السنة. يا دعارب النايف ابيض وجه وابيض ضمير، يا ناجي الراح يا روضة فقيه علمه، مقدم دهيش رقم دلهين العشير، ومن التوالي اليمن النهار احتم يا ابن الحيرة الى دهم راس السجير، جدك ابوك خرولك شد ابن الحيرة الى دهم وراس السجير، يخلي يأتيك سبايا ويخلي العروش ازعمه اسلم وسلم على حضرة سمو الامير، شريف سبله لا عنده في الرجال اكرمه، فيصل وهم يجوز ابن الجوير عيطر حجاها على طلب سحايد جمع. الله الله. سلامك. من يقول سالم يعطيك العافية ووجه يستاهل. طيب بالنسبة لقبيلة أكلب، من هو الشاعر الذي يعني بحكم يعني قربك من الشعراء القبيلة؟ واجد. لا الشاعر الأفضل. واجد. عندك محمد بن شافي، عندك مسلم بن مريض، عندك بس الشعر الكبار. نعم. هو الشعر ما يتحد، بس كيف الشعر اللي أكبر مني ولا من سني ولا نعم. الشعر هذا واجد. عندكم عندك. طب هل هناك شعراء يعني شباب يدعمهم سعد بن جدلان ولا ما انت فاضي؟ ما دوخة راس، ما لنا مال المشاكل. تعجبني. طيب نتكلم عن موضوع ديوانك سميته سمان الهرج، وفي منتدى اسمه سمان الهرج. أتوقع أن ديوانك سابق المنتدى. نعم. استأذنوك في الاسم؟ لا. رفعت عليهم قضية؟ لا. حترفع عليهم قضية؟ لا. أنت لا اليوم؟ ليه لا أليس في ذلك يعني أخذ حقوق اسمية لك؟ بس ما في سمان الهرج، منتدى سمان الهرج فيه؟ نعم منتدى سمان الهرج، موقع سمان الهرج، وكان لك فيه لقاء. خلينا نخش في الشبكة العنكبوتية. هل لك ممارسات في الشبكة العنكبوتية؟ ما أعرف. ها؟ ما أعرف. الشبكة العنكبوتية الانترنت؟ ما أعرف. جميل. في لقاء معك زمان في مجلة أصائل الكويتية قلت أنا ليس لي علاقة بالانترنت لا من قريب ولا من بعيد. ما أعرف. ثم في لقاء مع طبعا أنت طلعت في النداوي كعضو شرف، وفي موقع أهل بيشة الصايرة والصايرة. يا رجل يحطوني في كذا وانا بعرف النداوي. ها؟ ما يحطوني. لا بقول لك حاجة، حمد السحيمي عمل معك لقاء ونفيت أنه ليس لك علاقة. ليس لك ما أعرفه. ها؟ أعرف له ولا هو في كل محل. الانترنت ما أعرف. سلامتك. يعني أنت الانترنت ما تعرف له أبدا؟ ما أعرف له. وليس لك علاقة ولا لي بله. يعني لو طلع سعد بن جدلان عضو شرف في أي موقع ما هو سعد بن جدلان؟ ما أعرف. طيب ليش اعترفت لحمد السحيمي في قاعدة أنت وياه والصور موجودة أنه أنا عضو شرف في النداوي وعضو شرف في موقع أهل بيشة موقع الصايرة؟ ما هي عضو شرف ما أعرف له يا أبوي. أنت عضو بس ما تعرف؟ ما أعرف أبو ما أعرف شيء. سلامتك ما أعرف في سنة. هم أعطوك عضوية شرفية؟ ولا سنة مرة ولا حد من الأولاد ولا هل عيال يعرفون له كذا بس أنا ما أعرف له. نعم. ما أنا ما أعرف. بن جدلان نقرأ في قصائدك يعني الكثير من الثقافات والكثير من الاطلاع يعني لا يمكن أن يكتب هذا الكلام إلا شخص قارئ ومطلع. إن شاء الله إني مطلع وقارئ وإسكن الكمبيوتر ذا ما أعرف الإنترنت ما أعرف. إحنا طلعنا برا الإنترنت. إحنا نتكلم في سؤال آخر حبيبي. نتكلم عن أن أنت في قصائدك فيها مخزون ثقافي كبير. هل يوحى لك بهذا الأشياء أو أنت لك قراءات سواء قراءات دينية أو ثقافية أو اطلاعك؟ أنا أقرأ وأكتب بس ما درست. ما درست؟ لا.
تقرأ وتكتب بالفراسة. اي نعم. قرايتك لك عليها يقولون. لا قرايتي قرأ. أجل الموقع اللي أنا قرأته اليوم ما تقول إنه قرايتي لك عليها شوي. فالقراءة والكتابة سريع فيها. يعني زل الناس فيها. حلو. ايه. تكتب قصايدك أبو محمد؟ يكتب كتابتي ما تنقري جدا، ما يدرى لا. يعني لو فقد ملف قصائدك هذا ما في أي مشكلة، في شفرة ما يحلها إلا سعد. نعم. نعم. صح؟ نعم. حبيبي، في مجموعة، ما هي إشكالية مهرجان الجنادرية؟ إشكاليته كيف؟ صار لك